الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بالإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الناس خلقًا وأحسنهم خلقًا، فقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أعاذني الله وإياكم منها معاشر الأحباب. فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا بهذا الدين، فهو خير دين وأزكى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيا عباد الصليب لنا سؤال، أيا عباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فماذا هذا الإله؟ إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسألهم كلهم عما افتراه. أجل إخوة الإيمان، نعم أمة القرآن، عقيدتنا بعيسى عليه السلام، عقيدتنا بعيسى عليه السلام هو خاتم رسل بني إسرائيل، أرسله الله تبارك وتعالى إليهم مصدقا برسالة موسى عليهما الصلاة والسلام، ومبشرا برسالة نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. عقيدتنا بعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عقيدتنا بعيسى عليه السلام أنه ما مات ولا قتل ولا صلب، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. عقيدتنا بعيسى عليه السلام، عقيدتنا بعيسى عليه السلام أنه سينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، فكيف لمسلم إخوة الإيمان بعدما سمع هذا الكلام أن يعتقد أن عيسى عليه السلام هو الرب؟ والله تبارك وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، كيف لعاقل إخوة الإيمان بعدما سمع هذا الكلام أن يعتقد أن عيسى عليه السلام هو ابن الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله جل في علاه يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أجل إخوة الإيمان، فنبينا الهمام
عليه الصلاة والسلام لم يهنئ اليهود والنصارى بأعيادهم عباد الله، بل أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشدة مخالفتهم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إي والله، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. لا إله إلا الله. حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ لا إله إلا الله. فمن يكن إذا لم يكن هؤلاء؟ فها هو العالم عباد الله سيحتفل في هذه الليلة بعيد الميلاد، سيحتفل في هذه الليلة بعيد رأس السنة، بعيد الكريسماس الذي يدين به النصارى. في هذه الليلة يدخلون كنائسهم ويرفعون صلبانهم. في هذه الليلة يتبركون بشجرة الميلاد ويحتفلون في القاعات والمتنزهات. في هذه الليلة تزين الأشجار وتضاء الأنوار وتوزع الألعاب والحلويات. في هذه الليلة تفقد الأخلاق وتذبح الفضيلة وتنتهك الأعراض. في هذه الليلة يسهر الرجال والنساء والشباب والفتيات إلى آخر دقيقة منها عباد الله، ترقباً لدخول اليوم الأول من العام الجديد. فينظر المسلم الصادق إلى هؤلاء عباد الله كما نظر الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نظر إلى النصارى وهم في صوامعهم، وعندما رآهم بكى. أتدرون لما بكى؟ بكى لأنه تذكر قول الباري جل في علاه: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يعبدون الله ولكن النهاية تصلى نارا حامية. لا إله إلا الله. لماذا هذا الجزاء؟ ولماذا هذا الوعيد؟ لأن عقيدتهم في الله باطلة. إي والله، لأن عقيدتهم في الله فاسدة. إي نعم، لأن عقيدتهم في الله ضالة، فكانت نهايتهم تصلى نارا حامية. إي نعم أيها الأحباب، فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نشاركهم في أعيادهم، بل لا يجوز لنا أن نتشبه بهم عباد الله، فنفرح كما يفرحون ونحتفل كما يحتفلون. فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لا إله إلا الله. أجل أخي في الله، نعم أخي المبارك، قل لي بالله عليك، هل رأيت يوما من الأيام أو هل سمعت يوما من الأيام نصرانيا يهنئ المسلمين بعيد فطر أو أضحى؟ هل رأيتم ذلك؟ هل سمعتم ذلك؟ أخبروني بالله عليكم. قل للذي بالعيد للنصراني يبدي سرورا أو يذيع تهاني، ويرى النصارى إخوة وأحبة متناسيا لعقيدة الإيمان. هل هنؤوك بعيد أضحى مرة أم يوم فطر أرسلوا بتهاني؟ هل لا وقفت مع الشريعة وقفة؟ أي نعم، هل لا وقفت مع الشريعة وقفة وقرأت ما نطقت به الوحيان من قولهم:
إن الإله ثلاثة، أو إن عيسى خالق الأكوان، أو إنه ابن للإله ولادة. كبرت مقالتهم بكل لسان، بالنص بالوحيين جاء عداؤهم. فلا تخدعنك وحدة الأديان. نعم، فعلينا أيها الكرام نعتز بديننا وبتعاليمه، علينا أن نعظم شعائره عباد الله. فإذا خالفنا ذلك والله واتبعنا غيرنا من الأمم حل بنا الذل والهوان، حل بنا الصغار والشنار. فهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر الذي ما سلك طريقا إلا وسلك الشيطان غيره. عمر يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فلا إله إلا الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله البريات وخالق الأرض والسماوات. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أجل إخوة الإيمان، كل يوم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، كل يوم ونحن مسلمون، كل يوم ونحن نفتخر بمنهجنا وعقيدتنا، كل يوم ونحن نقتدي بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وليس لنا علاقة بأعياد الميلاد، كل يوم ونحن معتزون بديننا وعقيدتنا. فإن كان للنصارى شخصا يحقق لهم أمنياتهم، فلنا الله سبحانه جل في علاه هو الذي يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويدخلنا الجنان ويبعدنا من النيران. كل يوم ونحن نتمنى أن نكون من عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في آية الفرقان: والذين لا يشهدون الزور. وقد فسره مجاهد والضحاك والربيع بن أنس ومحمد بن سيرين وطاووس بن كيسان وغيرهم بأنهم لا يشهدون أعياد المشركين. وهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر.
يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، فلا إله إلا الله. فمشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم خطر وخلل في العقيدة والمنهج. أي نعم، مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم خطر وخلل في الولاء والبراء. مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم خطر وخلل في الدعوة والإيمان. مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم خطر وخلل في الأخلاق والأفكار. فكيف لمسلم يرضى أن يحتفل وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أي نعم، كيف تشاركهم يا عبد الله وأنت تقرأ آية مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا خرب الكون؟ لماذا كادت السماوات أن تتفطر والأرض أن تنشق والجبال تتساقط؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إي نعم عباد الله، اعتبروا رأس السنة يوما كسائر الأيام، فلا فرق بينه وبين بقية الأيام إلا بالتقوى. إي نعم، أجل أيها المسلمون، اعتزوا بدينكم وخالفوا المشركين وحذروا منهم أهليكم وانصحوا من ترونه متشبها بهم وأنكروا على من يروج لأعيادهم، واعتزوا بدينكم ومنهجكم وعقيدتكم وأخلاقكم. إي نعم، فعلينا أن نتبع الحق والهدى وإن قل السالكون، وأن نجتنب طريق الردى وإن كثر الهالكون. هذا وصلوا